النهارده هنطير وهنروح اقصى الجنوب، هنروح صقليه وهنجيب منهم طبق من الاطباق المشهوره جدا والعريقه جدا في صقليه وبالاخص في كاتانيا، اسمها باستا لا نورما. يعني ايه باستا لا نورما؟ ده اللي هنكتشفه النهارده. يلا نشوف الطريقه بتاعت الطبق بتتحضر ازاي وانا بحضرها. هشرح لكم تاريخ الطبق. انا إيساك وده مطبخ الباركيتا. أول حاجة نشوف المكونات. عندنا طماطم، بتنجان، ريكوتا سالاتا، باستا، زيت زيتون، زيت فول سوداني، عندنا كمان توم، ملح ناعم، ملح خشن، فلفل اسود، وريحان فريش. أول حاجة هنعملها هنقطع البتنجان. نشيل الأطراف وهنبدأ نقطع البتنجان بتاعنا شرايح حوالي 1 سنتي. نصيحة وانتوا بتقطعوا البتنجان تستخدموا سكينة تكون مشرشرة، بحيث ان وانتوا بتقطعوا البتنجان السكينة ما تتزحلقش وتعوروا نفسكم عشان قشرة البتنجان ناعمة. طيب قطعناهم شرايح كده، بعدين هنمسك شريحة شريحة ونقسمها نصين. طبعا انتوا احرار تقطعوا البتنجان زي ما انتوا عايزين، بس الوصفة الأصلية او عادة يعني بيعملوها في المطاعم في سيشيليا بيعملوها بالطريقة دي. وحابين ممكن تقطعوا مكعبات، تقطعوا شرايح زي ما انتوا تحبوا. دلوقتي هنجيب عندنا وعاء ونحط فيه مصفى ونبدأ نرص البتنجان بتاعنا، نعمل زي طبقات، وبين كل طبقة وطبقة هنرش ملح. ونبدأ نرش الملح الخشن، أو لو ما عندكوش ممكن ترشوا ملح ناعم. احنا ليه بنعمل الخطوة دي؟ علشان احنا عايزين نصفي البتنجان من كل المية بتاعته، عشان احنا بعد كده هنقلي البتنجان، وطبعا في القلي المية بتاعت البتنجان هتبوظه، هتخليه كل ما يبقى فيه مية كل ما هيشرب زيت اكتر. فالخطوة دي مهمة. وهنجيب اي وزن عندنا ونحطه على البتنجان عشان نساعده ان هو يصفي المية بتاعته كلها. طبعا انا جبت حلة بمية، انتوا لو عندكم اي وزن تاني تقدروا تحطوه عشان يساعد البتنجان، وده هنخليه على جنب. دلوقتي هنيجي للخطوة الثانية، الطماطم بتاعتنا في الوصفة الأصلية هي بتبقى زي طماطم مضلعة كده، بيسموه بومودورو روستيكو، بس طبعا أنا مثلا ما لقيتهوش، هو بيبقى في الصيف متوفر أكتر. فأهم حاجة انتوا بتجيبوا الطماطم للوصفة دي تنقوا الطماطم اللي تكون مستوية على قد ما تقدروا، عشان ده هيساعد يطلع الطعم أحسن. هنبدأ نقطع الطماطم بتاعتنا 4/4. وطبعا هنا نفس الكلام، وانتوا بتقطعوا الطماطم تستخدموا سكينه مشرشره. طيب تمام. دلوقتي هنحط 3-4 فصوص توم بقشرهم كده، تدوها ضغطه كده عشان تطلع الريحه بتاعتها بقشرها. وهنبدا نحط شويه ملح نساعد الطماطم تنزل كل السوائل بتاعتها. هنحط ريحان فريش، نحط كام ورقه حلوين كده. عايز اقول لكم الريحان الفريش تحفه، قالب ريحه المطبخ. هنبدا نحط على نار متوسطه لمده نص ساعه. طيب لحد ما الطماطم بتاعتنا تجهز ممكن احكي لكم قصه الطبق ده. الاسطوره بتقول ان كان في واحد كوميديان اسمه نينو ماركوليو، ده راح مطعم قبل كده فقدموا له الطبق دوت، فلما داقه قال كلمه كده باللهجه الصقليه، كيستانا نورما، معناها يعني دي هي النورما. طب يعني ايه نورما اللي كان يقصد بيها في الجمله دي؟ النورما دي ترجع لاسم معزوفه كان اسمها نورما لموسيقار مشهور جدا في صقليه اسمه فينشينزو بيليني. هي معزوفه طبعا معروفه جدا ومشهوره وحلوه جدا، فهي من حلاوه الطبق شبه طعم الطبق بالمعزوفه بتاعت فينشينزو بيليني. فعشان كده من ساعتها الاسطوره طبعا بتقول ان الطبق ده اتسمى باستا لا نورما. هي نورما عامه في اللغه الايطاليه معناها حاجه ماشيه مظبوطه. عامه في ايطاليا لما بيقولوا توتو ستانداندو لا نورما معناه ان كله ماشي تمام، يعني كله ماشي مظبوط. فده معنى كلمه نورما، ودي معنى كلمه الطبق، وليه سموه باستا لا نورما. تمام. اول ما توصلوا للمرحله دي تبقى الطماطم بتاعتكم جاهزه. دلوقتي نطفي على النار
وندخل على مرحله ان احنا نطلع الصلصه من الطماطم دي. اول حاجه نطلع الثوم، نبدا ناخد الطماطم ونعديها من اي غربال. طيب تمام، دلوقتي الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه. هننزل بيها في اي طاسه، هنشغل عليها على نار هاديه. هنحط واحده ثوم بقشرها، ممكن نديها برضو ضغطه. هنحط ريحان فريش كتير، ما تخافوش يدي طعم حلو. لحد ما الصلصه بتاعتنا تتسبك هنبدا نحط الزيت على النار يسخن علشان هنقلي فيه البتنجان. نحاول ان الزيت يبقى معانا غزير علشان البتنجان يتحمر كويس. طيب لحد ما الزيت يسخن هنبدا نجيب البتنجان بتاعنا ونحطه على ورق مطبخ، نضيفه من ملح ونبدا ننشفه كويس علشان كل ما البتنجان يبقى فيه ميه اقل كل ما قلنا ان هو هيشرب زيت اقل. نبدا ننزل بالبتنجان بتاعنا ونحاول ما نحطش كتير في المره الواحده عشان درجه حراره الزيت ما تنزلش جامد والتحمير يبوظ معانا. اول ما البتنجان يبقى لونه ذهبي معانا كده يبقى جاهز. نبدا نطلعه على اي ورق مطبخ عشان الزيت يتصفى. تمام، دلوقتي البتنجان بقى جاهز معانا، الصلصه خلاص داخله على التسبيك. هنبدا نشغل على الميه تغلي عشان نسلق المكرونه ونكمل الطبق بتاعنا. طيب تمام، الميه بتاعتنا بدات تغلي. هنبدا نحط شويه ملح خشن وننزل بالباستا بتاعتنا. طيب تمام، زي ما اتعودنا انا الباستا بتاعتي بتستوي في 10 دقائق، فانا هطلعها الدنتي، معناها ان انا هطلعها 3 دقائق قبل السوا بتاعها، فاحنا بنتكلم في 7 دقائق علشان عايز اخلي المكرونه تكمل سواها في الصلصه علشان تطعم بطعم الصلصه ويبقى في انسجام بين الاطعمه. وهنا بقى السر اللي هيودي الطعم معانا في حته تانية. هنبدا ناخد من زيت تحمير البتنجان ونبدا نحط في الصلصه علشان الصلصه تاخد من طعم البتنجان ويعلي التيست معانا. نحط شويه فلفل، دي تقليبه. تمام، هنستنى دلوقتي لحد ما الباستا تبقى جاهزه معانا. طيب لحد ما المكرونه بتاعتنا تتسلق عايز اكلمكم عن ريكوتا سالاتا، لان الجبنه دي يعتبر مكون من المكونات الاساسيه في الطبق ده. لان انت لما تقول لحد باستا لا نورما هيجي في دماغه 3 حاجات: بتنجان والصلصه والريكوتا سالاتا. الريكوتا سالاتا دي هي نوع من انواع الجبن الناشفه اللي جايه من لبن الغنم ومملحه. فطبعا انا عارف ان ممكن مش سهل انك تلاقوها عندكم لان ما اعتقدش ان هي منتشره قوي في بلادنا يعني، فانتوا ممكن تستبدلوها باي جبنه تكون ناشفه ومملحه، هيمشي الحال يعني. طيب تمام، دلوقتي الباستا بتاعتي بقت الدنتي، عدت ال7 دقائق. هنطفي عليها ونبدا ناخد الباستا بتاعتنا وننزلها في الصلصه ونكمل اخر 3 دقائق في الصلصه. ندفع المكرونه. تمام، دلوقتي الباستا بتاعتنا جاهزه، يلا نحضر الطبق. ندوق بتنجان ومكرونه ريكوتا. بجد مفيش وصف يوصف اللي انا ضايقه، بجد هي سيمفونيه زي ما نينو كان بيقول عليها. طبق قوي جدا، لازم تجربوه بجد، الوصفه هتعجبكم. عرفوني رايكم تحت في الكومنتات. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك، تعمل سبسكرايب، وهستناكم في وصفه جديده في مطبخ لا فوركيتا. تشاو.